السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناة شيوس يومية بسيطة. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة إن شاء الله. اليوم غادي نحضر معكم براونيز كيجي معلك ولذيذ. ضروري خصكم تجربوه لأن غادي يحمقكم، النتيجة كتجي رائعة، كيجي لذيذ ما تشبعوش منه. بقاو معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. الطريقة راه سهلة. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو هنا قطع ديال الشوكولا، انا هنا اختاريت ماروخه كيجي الطعم ديالها غزال، يعني هي اللي كنضيفوها في الاخر. وكنحتاج هنايا قطع ديال الكركاع، 2 معالق كبار ديال الكاكاو المر، واحد الساشي ديال السكر فاني، 2 بيضات بدرجه حراره المطبخ، زدت لهم واحد القبيصه ديال الملحه. غادي نحتاج 100 غرام ديال السكر الابيض و20 غرام ديال السكر الاسمر. هاد 20 غرام راه كتعطي واحد الاضافه غزاله. غادي نحتاج معلقه ديال الزيت. غادي نحتاج 110 غرام ديال الزبده المذابه. غادي نحتاج لواحد القريصه ديال القهوه. وغادي نحتاج القطع ديال الشوكولا، ممكن عاديا ممكن تستعملوا اي قطع بغيتو تقطعوهم اولا غير دوك الحبيبات ديال الشوكولا، المهم اي حاجه متوفره عندكم. بالنسبه للقهوه انا كنضيف ديك الاضافه لانها كتعطي واحد اللذه مع الشكلاط رائعه. صافي هنا من بعد ما كنضيفوا الزبده كنضيفوا السكر وكنضيفوا السكر البني. يعني السكر البني البنات راه كيعطي واحد الطعم غزال، يعني اللي ما توفرش يعوضوا غير يزيد ديك 20 غرام غير سكر عادي، يعني واللي توفر عندهم الاحسن يضيفوا. صافي دابا غادي نخلطو مزيان. غادي نضربو دوك 2 بيضات مع المكونات. نضيفو ديك المعلقه ديال الزيت. المعلقه ديال الزيت كتعطينا ديك اللمعه، يعني ضروريه، يعني ما تقولوش راه معلقه راه ما غادي دير والو، راه ضروريه، هي اللي كتعطينا ديك اللمعه وكتعطينا واحد الهشاشه في البراونيز. يعني البراونيز لما احترمتوش المقادير يعني مضبوطه راه ما كينجحش. غادي نضيف ديك القهوه سريعه الذوبان نبان، يعني ضفت غير راس ديال المعلقه. اللي ما بغاش ما يضيفهاش، ولكن راه ما كتجيش فيه النكهه ديال القهوه، وانما كتعطي واحد المزيج مع الكاكاو، كتعطي واحد اللذه غزاله. كيف ما كتعرفوا راه القهوه كتماتى مع الشوكولا. صافي غنغربل داك الكاكاو المر. بالنسبه للدقيق البنات انا احتاجيت كاس ديال العنبه ديال الدقيق. بالنسبه للناس اللي غيسولوني على الخميره الكيميائيه، راه ما كدارش في البراونيز الاصلي، يعني ما كدارش فيه الخميره نهائيا، باش كيجينا البراونيز على حقو طريقو، كيجي معلك، كيجي لذيذ. يعني بهاد المقادير اللي درت راه النتيجه غادي تحمقكم، لانك كتجد فيه واحد اللذه عجيبه ما تشبعوش منه. اللي ذاقوا عندكم غادي يحمق عليه. صافي تنخلطوا هاد المكونات حتى كينسجموا مع بعضياتهم. هنا في هاد الاثناء كنكون شعلت الفران، لان البراونيز كيبغي الفران يكون سخون. كنكون شاعله الفران كيسخن. منين تينسجموا لينا هاد المكونات كاملين، يعني وكنحس بالخليط انه انسجم لينا وما بقاوش حتى شي حبيبات اولا شي حاجه ديال شي حاجه، صافي عاد كنضيف داك الشكلاط اللي قطعت، يعني غير الشكلاط مربعات قطعته هكا مورسو. ممكن تضيفوا اي نوعيه عندكم، يعني النوعيه جيده اولا النوعيه العاديه اللي دوك ديال كالا اولا اي نوعيه متوفره عندكم، وتضيفوها هكا مع الخليط. كتعطي واحد التعليكه اللي زوينه بزاف. صافي غادي ناخدو المول ديالنا اللي غادي نطيبو فيه الخليط. ضروري كتفرشوا ليه ورقه الزبده لان البراونيز كيلصق.
يعني باش تفاداو داك الالتصاق بعد تبقاو تقطعوا تهزوا، من الاحسن ديروا ورق الزبده. انا راه تيعجبني البراونيز يجيني رقيق، اللي هذا ضفتو في هذا المول. اللي كيتبغي البراونيز يجيها شويه عالي، يعني كيجي هكا غلط، تديروا في مول صغر من هذا شويه، راه غادي يجيها يعني غلاد شويه. انا كيعجبني البراونيز يجي طبقه رقيقه، ماشي رقيقه بزاف ولكن يعني متوسطه، باش كيجي الطعم ديالو غزال. كنحاولوا نقادو هكا باش كيجي مقاد، باش ما كيتنفخ لينا، كيجي في حجم واحد، يعني ما كتجيش جهه طالعه وجهه. صافي البنات، انا غنضيف القطع ديال الماروخه. انا اختاريت قطعه ماروخه لان كيجي الطعم ديالها. انا جربت بزاف ديال الانواع، ولكن فاش جربت ماروخه يعني بهراتني. مع فيها دوك القطع ديال اللوز وما كتذوبش، يعني ما كتذوبش بشكل كامل، يعني كتذوب واحد شويه وكتبقى كتجي خطيره خطيره. فيه جربوها على حسابي، راه ما غتندموش عليها. يعني راه كتحتاجوا غير نص ديال، ممكن تستعملوا غير 3 ديال القطع منها اولا 4 على حسب نتوما شحال باغيين. انا استعملت نص ديال الباكيه، نتوما على حسب شحال الكميه ديال الشوكولا بغيتو فيه. راه كتجي خطيره خطيره، ننصحكم تجربوها على حسابي، راه غادي تبهركم النتيجه ديالها. صافي، وكنضيف القطع ديال الكركاع كاضافه. ممكن ما تضيفوهمش، تكتفيو غير بالشوكولا، وممكن تضيفوا غير الكركاع واللوز اولا لاكاجو او اي حاجه، اي مكسرات يعجبوكم تقطعوهم هكا وتضيفوهم، وما تضيفوش الشوكولا اللي ما كتعجبهاش هكا الشكلاط بزاف. صافي، من بعد ما طابلينا راه احتاج ليا 25 دقيقه في الفران، يعني شعلت عليها الماء لتحت حتى تحمر حتى طابلينا. عاد شعلت عليها من الفوق واحد 3 دقائق او 4، حتى كيدير ديك الطبقه مذهبه من الفوق. صافي، وكنخرجوه من الفران. انا هنا زينته، ممكن تخليوه هكا. انا هنا درت له هكا خطيطه ديال الشكلاط بشكل عشوائي، كتجي رائعه في الشكل. فاش كنقطعوا الطريفات ديالنا كيجي الشكل ديالهم زوين بدوك الخطيطات ديال الشوكولا، يعني كديروهم بشكل عشوائي. صافي، كناخذوا الموس وتنقطعوا، يعني الموس ضروري يكون ماضي، وتديروه في الماء دافي، عاد تقطعوه به باش كيجي القطع، يعني حيت البراونيز يكون معلك، باش القطع كيتقطعوا لينا مقادين وبشكل متساوي. هذا هو الشكل ديالو النهائي، راه كيجي غزال 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 ولذيذ ومعلك، ما تشبعوش منه. نتمنى تجربوه، راه غينال الاعجاب ديالكم. وشكرا على المشاهده، الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.